شايفين يا جماعة أختكم متمرمطة قد إيه في الدنيا وفي الحياة عموما عموما. أنا مش من نوعية الناس اللي هي يعني عندها ترفيه في حياتها أو حياتها سهلة وسلسة كده. لا، أنا مش من نوعية الناس دي. مش عارفة والله هو واقع حياتي هو اللي كده ولا أنا اللي عاملة في نفسي كده. لا، أنا عارفة كويس جدا إن أنا اللي عاملة في نفسي كده. ليه؟ لسبب بسيط قوي. هو مش عاوز اللي أنا بعمله ده ومش حابب المرمطة اللي أنا فيها دي. يقول لي لا، محدش طلب منك، محدش طلب منك. ماشي، محدش طلب مني، بس انا شايفه متطلبات الحياه وشايفه متطلبات البيت ومتطلبات العيال. يعني تستوجب عليا ان انا اشقى واتعب بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وبيني وبينكم يا ولاد، انا بحب قوي الاجواء دي. عارفين انتوا اللي هو ست البيت بقى الفلاحه، اللي هو احنا يعني ايه، عايزه ابقى فلاحه بالعافيه. طب انتي مش فلاحه وانتوا مش فلاحين؟ لا، هو بالعافيه. ما تفهموش ليه يعني. وفي ناس كده سبحان الله تدور على الشقة كده بمنكاش كده، تنكش على الشقة وتقوله تعالى. لكن اريح نفسي كده ودنيتي تبقى حلوة كده ونظيفة، بلا فراغ بلا هم بلا ازرق. لا، مش بعرف اعمل كده. ليه بقى؟ لان انا من نوعية الناس اللي بتحب تلم نفسها وتلم الدنيا وتوفر كده وتدبر ويبقى معاها قرش. احب قوي يبقى عندي اكتفاء ذاتي، احب يبقى معايا قرش كده. طيب لذلك فكرت وقررت ان انا آه بعمل الطيور، بربي الطيور اللي انتوا شايفينها دي. بتخسر معايا وبتكسب مره وبتخسر مره، وهي ماشيه وهي ماشيه. طيب الفراخ البيضه دي اخرها معانا هنا ان شاء الله باذن الله، هي خلاص قربت تكبر يعني. فالمهم انا كنت سايباها كده في المكان. فالمهم ساره اللي انا شاريه منها الفراخ قالت لي لا يا ام انس، لا 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 لا، ده المكان واسع قوي، ما ينفعش. هي انت مفكراها فراخ بلدي؟ ما ينفعش. حجزي عليهم ولميهم في مكان كده يبقى على قدهم، مساحه على قدهم او اكبر شويه منهم يعني. قلت لها تفرق؟ قالت لي لا تفرق كتير، كده مش هيكبروا، كده مش هيكبروا، مش هياكلوا، وهيفضلوا كده يتعاملوا كانهم فراخ بلدي، ويفضلوا طول النهار كده يفضلوا يسرحوا في الحته اللي انت سايباهم فيها دي، ومش هياكلوا. قلت لها بالفعل هو ده اللي بيحصل يا ساره. فعلا سبحان الله، رغم ان هي ساره دي صغيره جدا جدا، يمكن من دور ريم بنتي، اكبر منها بحاجه بسيطه، الا ان هي معاها عيلين بس شاطره جدا في تربيه الطيور، وعندهم مزرعه بقى، عندهم مزرعه، ففاهمه كويس جدا. فبصراحه بتفيدني قوي. قالت لي لا، حجزي لهم كده في مكان وان شاء الله هيبقوا حلوين. والله يعني، وبتتعب معايا والله. هي بعتهم لي وبعت لي العلف في كل حاجه، وعماله بقى كل شويه تبعت لي على الماسنجر ها عملوا ايه، صوري لي، اعملي لي، كانه يعني مهتمه بيهم كانهم حاجتها والله. فقلت لها يا ستي ما تتعبيش نفسك، زي ما يجي زي ما تيجي بقى. قالت لي لا، ازاي طالما انت واخده الحاجه مني هفضل معاكي لحد ما توصليهم كده للاوزان الحلوه. قلت لها خلاص ماشي. المهم هنا طبعا كان عندي عشتين زي ما انتم عارفين، لو هما 50 كتكوت او 49، مات واحد او مات اتنين. طبعا انا لو كنت حطيت ال 49 ولا ال 50 دول في عشه واحده، المكان هيبقى ضيق جدا، ولسه هحط علافه واحط سقايه، فمش هيبقى في مكان اصلا. ففكرت فكرة حلوة قوي. رحت قلت خلاص انا هجيب العشتين بتوعي وافتحهم على بعض. يعني اهو زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، فتحت جنب كده، كنت الاول مغلفاه كده بحته بطانيه قديمه، ورحت فاتحه الجنب التاني اللي هو برده كان متغلف بسلك كده، فرحت فاتحه الجنبين على بعض، ورحت لازقه العشتين في بعض، فاصبحوا كانهم عشه واحده كبيره. انتوا فهمتوا اقصد ايه؟ اهو اكيد انتوا كده الصوره وصلت لكم يعني. المهم صلوا على النبي يا ولاد. صليتوا على النبي ولا لسه؟ اوعي تنسي تصلي على النبي يا اختاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. هو كده كده اصلا كلها شهر بالظبط والمولد ده يتفض. ومش عارفين بقى ساعتها والله العظيم بعد كده ايه اللي هيحصل، ما اعرفش. انا سايباها على الله وسايبه اموري على الله، وما بفكرش كتير. التفكير بيتعبني، التفكير بيتعب جامد يا جماعه. سلموها لله وسلموا امركم لله، وزي ما تيجي والله بجد، زي ما تيجي الحمد لله. مش عارفه كنت بتكلم مع مين امبارح، وقعدت اقول لها سيبيها على الله. قالت لي لا، ده لازم اقعد افكر، ومش عارفه انا كنت مع مين امبارح. كنت بتكلم مع مين والله ناسيه قوي. مين يا ولاد اللي سامعاني دلوقتي وكانت معايا امبارح وقعدت اتكلم معاها في الموضوع ده؟ تكتب لي في الكومنتات. مش عارفه، كنت مع واحده. زهايمر، انه الزهايمر يا ساده، انه الزهايمر. يعني انا مش فاكره امبارح انا كنت مع مين. تخيلوا والله بجد. مش فاكره انا كنت مع مين امبارح، وقعدنا نتكلم انا وهي في المسائل دي. يلا ما علينا. المهم يعني انا كنت بنصحها وبقول لها مش عارفه، هي من نوعيه الناس اللي بتفكر كتير، بتقعد تحسب لكل حاجه. فبقول لها لا سيبيها على الله. قالت لي ماشي ونعم بالله، بس ما بعرفش اعمل كده.
لازم اقعد افكر في كل حاجه كده، واقعد بالي يبقى مشغول كده ومعرفش انام ومش عارفه ايه. قلت لا 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 لا، ما بحبش كده. وليه استهلك نفسي، وليه استهلك طاقتي، وليه استهلك تفكيري في حاجه اصلا ما يعني انا ماليش يد فيها. اللي عايزه ربنا هيكون في الاخر. احنا ايه؟ مجرد كده ايه، كائنات ماشيه على الارض بتاخد بالاسباب وخلاص. يعني بناخد بالاسباب، واللي عايزه ربنا هيكون في الاخر. والحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا خير والله. سواء انت شايفه ان اللي عطاهولك ربنا ده شر، بس انت بتبقى شايفاه شر، بس هو ده الخير. ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه يا جماعه. يعني ثقوا تمام الثقه، وخليكوا عندكم يقين كده تمام اليقين ان ربنا ما بيعملش حاجه وحشه او ما بيجيبش حاجه وحشه. كل عطايا ربنا حلوه، وكل اقدار ربنا خير لينا. حتى انت لو شايفه العكس، لا، هو ده الصح وهو ده الخير الحمد لله. فجميل قوي ان انت تبقي مقتنعه بكده، وجميل قوي ان انت تبقي راضيه. يعني الايمان بالقضاء والقدر والرضا بالقضاء والقدر خيره وشره، ده شيء يعني مش اي حد بيوصل للمرحله دي. ممكن كلنا بنوصلها لما بنكبر في السن، كل ما بنتقدم في السن كل ما بنعقل اكتر، كل ما عقلنا بينضج اكتر، فبتوصلي فعلا للمرحله دي. لكن بيبقى في سن معين كده لا، ما بيقتنعوش بالكلام اللي انا بقول لكم عليه ده، اللي هو سن المراهقه، سن العشرينات الثلاثينات شويه، يقعدوا يزعلوا على الابتلاءات. طب هو ليه؟ طب اشمعنى؟ مش كلام يعني استغفر الله العظيم يا رب، ما ينفعش ان احنا كمسلمين او حتى كاي ديانه تانية نقوله خالص. طب انت حطيتي لايك يا اختي للفيديو، ولا سايباني كده عماله اتكلم مع نفسي وخلاص ونسيتي تحطي اللايك؟ يلا حطي لايك كده للفيديو، واشتركي بقى في القناه لو لسه مشتركتيش، وادعوا لي يا جماعه، ادعوا لي، لان انا زي ما بقول كده من نوعيه الناس الشقيانه اللي بشقي نفسي وبتعب نفسي. يعني ايه ان انا اقعد كده عشان ادخل الفراخ؟ لان انا مش قادره اجري وراهم، مش قادره، مفيش صحه ان انا اقعد اجري وراهم وادخلهم العشه. فرحت عامله لهم حيله حلوه قوي، رحت جايبه العلب بتاعي وحطاه قدامي، بحيث اي واحده تيجي تشوف العلافه وتيجي تاكل منها اروح واخداها ومدخلاها جوه في العيشه اللي انتوا شايفينها دي. فكره حلوه صح؟ اهي بصوا، اول ما تيجي تلقط العلف اروح ماسكاها واصطادها واروح مدخلاها في العيش على طول. طيب بعد ما اخلص الموال بتاع الفراخ ده هنعمل ايه؟ هنعمل شغل تاني، وهنعمل حاجات تانية، وحاجات كلها تعب، وحاجات كلها متعبه. والايام اللي جايه دي انا كنت صايمه النهارده، ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم يا رب. مش عارفه انا عماله اقول انا صايمه انا صايمه، المفروض ما اقولش يعني، والله لا، بس بقول عشان لو حد فيكم عايز يصوم او حد يتشجع معايا كده يتشجع معايا، وكلنا نصوم التسعة. حتى لو ما صمتيش اول يوم صومي معايا بكره ان شاء الله. هنا اهو دخلت الفراخ بتاعتي في العشه، وفعلا مع ساره والله معاها حق، فكرتك حلوه يا ساره. مش فكرتك، هو ده الصح اصلا، يعني مش مجرد اقتراح، لا ده هو فعلا. الفراخ البيضة ما ينفعش ان احنا نسيبهم كده ونعملهم معاملة البلدي، لازم يبقوا في مكان كده. اهو شوفوا بقى لما فتحت العشتين على بعض بقت مساحتها كبيرة، بقت حوالي 3 متر في متر، فاعتقد حلو يعني. اهو بصوا واخدين راحتهم وبيتحركوا، والعلافات موجودة والسقاية موجودة وكل حاجة تمام. وحاطه لهم اللمبة بس لسه ما شغلتهاش، والدنيا تمام الحمد لله. لان انا لما جيت صورتهم صورت الفراخ بتاعتي لساره، قالت لي لا حجمهم صغير، دول ازاي 3 اسابيع؟ لا المفروض 3 اسابيع يبقوا كيلو. قلت لها لا هم ما يجوش كيلو بصراحه، هم يعني ايه 600 جرام 700 جرام في الحدود دي. قالت لي لا ما ينفعش، لازم يبقوا كيلو، المفروض يبقوا كيلو، مش لازم، لا المفروض يبقوا كيلو. المهم ايه، خلصنا من الفراخ، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. تعب برضو شغل وشقة، بس سبحان الله على قلبي زي العسل. احب قوي في شغل الفلاحين ده، اموت حطوني في شغل الفلاحين. بس سبحان الله الحاجات دي ما ينفعش تعمليها لوحدك، او محدش بيعملها لوحده خالص. شغل الكشك والقمح والبليله والحاجات دي بيبقى كذا حد، فانا لا، انا لوحدي الحمد لله، محدش بيساعدني بقى في الحاجات دي. بس يلا مش مشكله. هنا طبعا شويه قمح اتكبوا، وانا مش عايزه اهدر قمح كتير، وكده كده لازم يتهدر منه، فانا مش على قد ما اقدر كده، لا مش عايزه اهدر. هتقولي خدتيهم الارض وحطيهم في الصينيه، هيتغسل 50,000 مره. يعني القمح ده اتغسل 20,000 مره، وهيتغسل 50,000 تانيين. مجازا يا جماعه، بيسموه ايه، تعبير مجازي، هيتغسل كتير طبعا. طيب انا رحت ايه، على فكره حته ان انت تغسلي القمح قبل ما تنقيه ده رحمه. هو انا كان ازاي عقلي كان هيخليني اغسل القمح، انقي القمح من غير ما اغسله؟
صعب ومتعب جدا، لكن ان انت تغسليه بيروح منه الطينه والتراب كل والرمله والحاجات دي، بيتبقى بس اذا كانت طوبه زلطه حاجات اللي هي ما بتدوبش في الميه، فبتروحي انت بتنقيهم في الصينيه كده وخلاص على كده. بس بغربلهم بقى في الغربال الاول علشان زي ما انتم شايفين كده لو في اي تراب او اي رمله او اي حاجه تاني تنزل من الغربال يعني. مهم جدا الحركه اللي انا بعملها دي. اروح بقى حطاهم في الصينيه وابدا ان انا اسربهم كده زي ما انتم شايفين. مش بقول لكم فلاحين وشغل فلاحين واموت انا في شغل الفلاحين ده. يا سلام بقى لو عندي حته بقره كده ولا جاموسه احطها بقى عندي في المنور، تبقى احلى عيشه واحلى عيشة. بس للاسف البهايم يعني اعزكم الله مش عايزين سيراميك ولا بلاط ولا حاجات دي، عايزين ارض تراب عشان يعني الفضلات بتاعتهم بقى وكده يعني. ما ينفعش يتحطوا في مكان زي كده، لازم بيبقى حوش كده ارضي على التراب على طول. يا عبد الله تعالى يا مودي. صليتوا على النبي يا اولاد؟ صلينا على النبي. طب صلوا على النبي تاني. جميله الصلاه على النبي وكتروا منها، احنا في ايام جميله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. اذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. استغفرك ربي واتوب اليك. بصوا هضحكوا، وانا قاعده بقرا الكومنتات دلوقتي فانا بقول اذكروا الله، واحده بتقول لي ايه اذكروا الله، هو انت بتخافي من الله؟ البنت صغيره على الاعمال دي اللي هو يعني انا مش عارفه ايه ده، ايه الكومنت ده يعني؟ عشان انا بقول لكم اذكروا الله بتقولي هو انت بتخافي من الله؟ ماشي يا ستي. امال انا ايه؟ طبعا بخاف من ربنا. امال بخاف من مين؟ انا بخافش من حد غير من عند غير من ربنا. بخافش من مخلوق غير من ربنا. ما بخافش من حاجه ولا من حد غير من ربنا. فبتقولي تخلي البت تعمل كل الاعمال دي اللي هو يعني ايه؟ بتقولي عشان بنتي يعني عملت روتين وكده ونظفت، فانا كده اصبحت مش بخاف من ربنا وبخلي بنتي تعمل. سبحانك يا رب. اللي هو مش عارفه الواحد والله العظيم يراضيكوا ازاي، الواحد يراضيكوا ازاي مش عارف. اشتغلت مع نفسي فين عيالك وسايبينك ليه وتقعدوا تشتموا في العيال يا عيني وتدعوا عليهم وتتكلموا عليهم بطريقه مش كويسه؟ طيب ماشي اهو العيال بيشتغلوا معايا اهو. هو انت تعرفي ربنا اصلا وانت بتخافي من ربنا؟ ازاي تخلي بنتك تعمل كل الحاجات دي؟ فاللي هو يعني عادي بقى بكبر دماغي من الناس دي ولا في دماغي اصلا. بس انا حبيت اوريكم بس ايه نبذه مختصره عن الكلام اللي بيجي لي اكيد انتوا بتشوفوا يعني، اكيد انتوا بتشوفوا تحت الفيديو الكومنتات عامله ازاي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفرك ربي واتوب اليك. استغفرك ربي واتوب اليك. يا كريم يا رب. بصوا انا بقى دلوقتي اختكم في منتهى السعاده. طيب انا هعمل ايه بالقمح ده للناس اللي ما تعرفش؟ وفي ناس عارفه ان انا هعمل كشك. بصي يا ستي، انا بجيب القمح ده اول حاجه بيبقى طالع من الارض، بيبقى مليان تراب وطينه وزلط وكل حاجه، ممكن تلاقي فيه حتت ازاز كمان، كل حاجه بتبقى موجوده في القمح. طيب انا دلوقتي بنقيه وبنضفه وغسلته كذا مره ولسه هغسله تاني. طيب وبعد الكلام ده كله اعمل فيه ايه؟ اعمله هسلقه. هعمله بليله. في ناس بتقول يعني ايه بليله؟ يعني هنسلقه، تسلقيه كويس خالص كده لحد ما يبدا ان هو يفشر حاجه بسيطه كده، يبقى زي عارفه الفشار لما بيفشر كده، هو برضو تفضلي تسلقي القمح لحد ما يتفتح كده حته بسيطه من الجنب، بس مش يتفتح قوي، لا يا دوبك حاجه بسيطه كده. وبعد كده ناخد البليله دي نغسلها نشطفها كويس تحت الحنفيه، ونبدا ان احنا نحطها في الشمس تنشف. تعمل ايه؟ تنشف 3 ايام في الشمس الحارقه اللي احنا فيها دي الايام دي. طيب وبعد ما البليله بتاعتنا تنشف نروح نوديها الدشاشه. الدشاشه دي كده بتدش الحاجه، بتجرشها، بتجرش الدشيشه البليله دي. فبنروح جرشينها مكسرينها كده يعني ومنعمينها مش قوي يعني،
مش هتبقى ناعمة يعني زي دي كده، لا تبقى مجروشة زي الفريك كده، زي الفريك. وبعد كده يا ستي نجيب بقى اللبن اللي هو مش لبن، لا هو اسمه ايه، احنا بنقول عليه مش، بس في ناس بتقول عليه لبن، بيبقى عامل زي اللبن الرايب، يعني حاجة من منتجات الألبان، اللي هو اللبن الخض اللي بيطلع بعد ما بتيجي تخض الزبدة، بيطلع سائل أبيض كده، مادة بيضة كده، دي المادة دي احنا بنقول عليها مش. في ناس بتقول عليها لبن، في ناس بتقول عليها رايب، حامض، وأسامي كتير، ما علينا، احنا هنا عندنا بنقول عليه مش أو لبن، بس مش حليب يعني، لا لبن. طيب بناخد بقى المش ده ونبدأ ان احنا بيبقى طبعا جامد، بنبقى جايبينه جامد متصفي في حتة قماشة او في زير فخارة، وبيبقى جامد خالص، عامل زي قطع الجبنة الرومي كده، بس مش في ملمس الرومي، لا هو بيبقى جامد كده. طيب نجيب المش ده ونبدأ ان احنا نحط له مية، نزوده مية عشان يرجع يبقى طري تاني. وبعد ما نحط له مية نطريه، يعني نسيبه في المية دي شوية، وبعد كده نبدأ ان احنا نصفيه، نبدأ ان احنا ايه نصفيه. وبعد ما نصفيه نبدأ ان احنا نخلطه بالايه، نخلطه بالبليلة اللي احنا عملناها دي، البليلة اللي احنا جرشناها دي. وبعد كده يا ستي نبدأ ان احنا نعجنهم في بعض ونسيبهم يوم كده، وتاني يوم نقطع المش ده كده كويرات كده، كور صغنطوطة، ونسيبه بقى في الكشك، قصدي ده بقى خلاص بقى اسمه كشك الوقت. طبعا بنحط عليه شطة وكمون، شطة مطحونة، بس مش هحط انا شطة المرة دي، عشان او ممكن احط جزء عليه شطة وجزء لا، عشان لو حد بطنه وجعاه ولا حاجة ياخد شوية من الكشك ده بعد ما ينشف بقى في الشتاء، ياخد شوية من الكشك ده ويبدأ ان هو ينقعهم في مية وناكله كده بليمونة ولا حاجة، بيريح البطن جدا سبحان الله، يعني سبحان الله بيعالج البطن. إيه ليه معرفش، وايه المكونات بتاعته اللي بتخلي البطن لو في حد بطنه وجعاه وياكل منه بطنه تخف، معرفش برضه سبحان الله والله بجد. او بقى ايه، سيبك بقى من وجع البطن والحاجات دي، ممكن انت بقى بتاخديه تعمليه تبليه بميه كده وتروحي مصفيه الميه منه، وبعد كده نعمله بسمنه وبيض. ممكن بيتعمل طبيخ اصلا بالعيش اللي هو الذره ده، وبيتعملوا كده خلطه زي البشاميل كده، بس مش بشاميل بالدقيق، يعني بالدقيق، فبيبقى حلو. او ممكن تاكليه هو زي ما هو كده ناشف وانت قاعده كده، تاكليلك قرن كشك كده، بيبقى طعمه حلو والله، بالذات بقى لو هتكتري له الكمون بقى والحاجات دي، بيبقى تحفه بصراحه. وربنا يقويني، لان هو صعب، هو مش سهل، هو مش من الحاجات السهله. يعني مثلا اقول لكم ايه، حلويات العيد ومعجنات العيد والحاجات دي بتبقى صعبه، هو اصعب منها، هو كمان اصعب من الحاجات دي، لانه مراحله كتير. وزي ما قلت لكم ما ينفعش ان انت عمري ما شفت فلاحه بتعمل الكشك ده لوحديها، عمري في حياتي. يعني حماتي لما كانت بتيجي تعمله كانت بتجمعنا كلنا نعمل معاها، امي برضه لما كانت بتعمله زمان كلنا برضه لازم نعمل معاها. اي فلاحه او اي حد بيجي يعمل الكشك ده بتلم اخواتها، جارتها، سلفتها، مش عارف ايه كده، لازم كذا حد يقعد يشتغل فيه، لانه هو متعب. بس يلا مش مشكله، ربنا يقويني ويعني بقى، انا لوحدي على طول، هعمل ايه طيب، وحدانيه على طول. هتقولي لي عيالك، عيالي ما لهمش في الحاجات دي يا جماعه، يعملوا لي ايه عيالي طيب، دي بقى ايه حاجتي انا، ودي هواياتي انا، وانا اللي بحب كده، يبقى لازم انا اللي اتعكعك لوحدي بقى انا اللي اتعك لوحدي في الحاجات دي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استغفرك ربي وأتوب إليك. هما دول آخر شوية بقى اللي في الصينية دول هخلصهم، والله كنت ناوية أعمل بكرة، بس بكرة مش فاضية.
ورايا حاجة كده بقول لكم عليها بعدين، بقى بقول لكم ايه اللي هيخليني ما اعملش بكرة يعني. كنت هبدأ بكرة واسلق بقى البليلة وكده بكرة، او ممكن اعمل بكرة، هشوف كده حسب الدنيا حسب الظروف، ان شاء الله خير يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفرك ربي وأتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسرعة بسرعة اديني بنقي بسرعة، عشان هو زي ما بقول لكم نضيف يا دوبك، بس بيبقى فيه ايه حاجات بسيطة قوي قوي قوي، حاجات لا تذكر يعني.